السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ فيديو جديد، حلقة جديدة. قبل ما نبدأ بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وقبل ما نبدأ ما تنسوش الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام والدعوة لإخواننا في فلسطين. وقبل ما نبدأ حابة رمضان كريم بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وإن شاء الله يبقى شهر يبقى نركز فيه على العبادة أكتر. وطبعا قبل ما نبدأ في هقول لكم حاجة. اقول له هنحكي بقى عن هنحكي عن الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. شوفوا، انا كنت في الكليه محاضره، جه الدكتوره بتاعت الماده اسمها التربيه، الاصول التربيه الاجتماعيه. جت كده في حته قالت الشعب المصري متدين بطبعه. ايوه، طب خلينا نقول كده. وانت عارفين انا قلت إيه في نفسي؟ ده انا ضحكت. الشعب المصري متدين وكمان. طب في ايه التدين في كده؟ احنا لو رجعنا لايام زمان، لايام الحضاره، لايام ما كان المصريين فعلا يتميزون بالتدين. كانوا يؤمنوا بالالهه بتاعتهم، وكانوا بيقدسوهم ويعبدوهم. الفرق بين زمان ودلوقتي. انما دلوقتي هتقول للشعب المصري متدين، يقول لك ايه التدين في كده؟ ايه التدين ان انت تسم واحد او تقتله هو زيك مسلم، وان ربنا حرم ان قتل النفس المؤمنه؟ وايه التدين ان انت تلعب قمار ومراهنات وهي اصلا حرام؟ على عليكم. التدين ان استاذ يقتل الطالب بتاعه. إيه التدين ان واحد شغال في المراهنات والتداول. مع كل الحاجات ده وبيقول علينا شعب يمتاز بالتدين. كمية الحاجات ده هتبين لنا ازاي قد ايه احنا جهلة، لا نعرف، لا نفقه شيء في الدين بتاعنا، مع ان احنا المفروض الحافظ وفتح القرآن يقول ان كل اللي انا قلته ده حرام وغلط. والفوائد وايه التدين ان البنك فلوس تاخد عليها فوائد؟ ايه التدين في كده؟ حد يقول لي سبب ما يخليني اقول، حد يقول حاجه يخليني اقول ان الشعب المصري متدين. مش كلهم كده، في ناس متدينه وعارفه اصلها وطبعها وعارفه تربيتها، غير الناس اللي ما شافتش ده خالص وعماله تمشي في اللي احنا قلناه ده اهو، وعماله تمشي في المراهنات والقتل والقمار. بمناسبه القمار والمراهنات، ربنا قال في الكتاب انما الخير يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. دي آية. والآية التانية عشان من قتل نفسا زكية بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنا أحب أقول لكم، احنا ليس احنا احنا الشعب بتاعنا مش متدين. ما تقارنش فترة المصريين القدماء بالجيل بالقرن بتاعنا. مصر قبل ما يدخل عليها الإسلام كان بقى أيام ما كان فيه وثنية والأصنام وأنوبيس ورع وأمون وتتحنخ أمون والآلهة ده الصماء، كانوا بيقدسوها ويعبدوها وكانوا بيحترموها. شوفوا الفرق. بعد ما الإسلام دخل مصر، هو كانوا كده لحد ما لحد ما الاستعمار الأوروبي دخل علينا، سواء بقى من إنجلترا فرنسا، غيروا لبسنا وبقينا تفكيرنا زيهم. احنا ما فرقناش حاجة عن التانيين، ما فرقناش حاجة عن الدول الغربية والأوروبية.
احنا واعيين، احنا مش واعيين ولا عارفين احنا بنعمل ايه بتصرفاتنا ده اهي. قولوا لي حاجه تخليني ارجع في كلامي واقول ان الشعب المصري متدين. وحاجه تانية خليني اقولها عشان اقول ان الشعب. وحضرتك في كافيهات في مصر، واحد داخل مع واحد، اسمعوني للاخر، المكان بيدخل عادي، بيدخل البنات المتبرجه من شعرها، ولكن واحده محجبه تخش ممنوع محجبات تخش. حضرتك ده تدين؟ 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 حد يجاوبني. احنا للاسف بقينا تصرفاتنا بقت تصرفات الغرب بالظبط. طريقه لبسنا بقت زي طريقه لبس زي طريقه الغرب. ولا احنا متحفظين بعاداتنا وتقاليدنا، ولا متدينين بالدين الاسلامي بتاعنا. حد يجاوبني. اذا كان كل ده ومش قادرين، اذا كان كل ده ولسه مع ذلك الناس بتقول ان احنا متدينين. المقاوحة اللي انت عارف ان عاداتك وتقاليدك دي غلط ومصير انها صح، دي اسمها المقاوحة. احنا لحد امتى هنفضل كده؟ لحد امتى هنفضل احنا بنقلد الغرب، ونفضل ناخد من افكارهم ونقلدهم بطبيعتهم وعاداتهم وتقاليدهم. قليل لما تلاقي حد في مصر دلوقتي تلاقيه محافظ على متحفظ متدين. قليل لما تلاقي حد بالحاجات ده اهي يعني كده. يا ريت نراجع نفسنا من تصرفاتنا وطريقتنا وتديننا، وكل واحد يراجع نفسه، عشان اكتر من كده هنروح لحاجة ممكن ما تبقاش احسن حاجة، بس هنعاقب عليها هنعاقب عليها يوم القيامة. واشكركم على حسن المتابعة، وده كان اخر فيديو النهاردة. يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنسوش برضه الدعوة لاخواتنا في فلسطين. وده كان اخر الفيديو. السلام عليكم.